يا مساء الهنا والسعادة، عملت لكم النهاردة طبق البتنجان المخلل على أصوله. شايفين جميل قد إيه؟ الطبق بجد روعة وبيتكلم. لونه، طعمه، ريحته، ما شاء الله عليه، مفيش بعد كده. شايفين اللون الجميل المحمر اللي مدي على موف ده؟ يعني هو ده أصل البتنجان المخلل. طبعا في مزازة كده مع شوية شطشطة جميلة. طعمه تحفة، وزي ما انتوا شايفين طري كده ومزبد ودايب دوب. وده كله مسافة الليل، بس انا عملته النهاردة تاني يوم فطرت بيه مع شوية فول وطعمية كده، انما ايه يجنن. تعالوا نبدأ مع بعض واقول لكم كل الاسرار اللي هتطلعه لكم بالشكل الجميل ده. يلا بينا. هنسمي الله وندخل في الطريق على طول. معايا شوية بتنجان بلدي بيلمع وجميل زي ما انتوا شايفين لسه طازة. طبعا اليومين دول الموسم بتاع البتنجان هتلاقوه موجود بكترة وطعمه في منتهى الجمال. هنجيب البتنجان ونشيل الكفر اللي مغطي الراس بتاعه من فوق بإيدينا بالشكل ده كده، واديها شرطة بالسكينة من الجنب وبنزل بيها، وهعمل التانية بنفس الطريقة. أنا بصراحة بستسهل إن أنا أشيل الراس بالطريقة دي أو الكفر اللي بيغطي الراس بتاعه. ممكن انتوا لو مستصعبين الموضوع تبتدوا تلفوها كده أكنكم بتعملوا بامية بالظبط. فالطريقتين سهلين جدا، وبنديها الشرطة اللي من الجنب دي عشان لما نيجي نحشيها بعد كده. انا بصراحة بفضل ان انا اشيلها كده بايدي، سهل عليا الوقت جدا، وما شاء الله ما بياخدش معايا وقت خالص. شايفين ان الحجم صغنن قد ايه؟ طول صباعي الصغير زي ما قلت لكم. هخلص الكمية كلها وبغسلها كويس، وبعدين بضيف لها مية واديها عصرة الليمونة، ودي اساسي لنجاح وصفة البتنجان دي. وهرفعه على النار لمدة تقريبا نص ساعة يستوي. في الوقت ده هحضر الخلطة السرية السحرية اللي انتوا شايفينها دي. سحرية لأن هي فعلا بتنقل أي مخلل لحتة تانية خالص. اليومين دول موسم الفلفل السبايسي، الفلفل الأحمر المشطشط الجامد ده. وزي ما انتوا شايفين أنا بحطه بالبذر بتاعه عشان يبقى مشطشط قوي ويسوي الحاجة بسرعة. بحط عليه كام فص كده من التوم، وفي الكبة ببتدي أفرمه، بس الفرمة المتوسطة يعني ما تخلوش ناعم قوي. كل ما كان الفلفل يعني باين في المخلل هتلاقوا طعمه احلى بكتير، ما يكونش دايب جدا. يعني هي كده مظبوط بالنسبه لي. هبتدي افضيه وهعمل الجزء التاني بنفس الطريقه كده، هقطعه بالقلب بتاعه المشطشط وهنزل بيه في الكبة بالشكل ده. اليومين دول طبعا خزنوا بقى وهاتوا الفلفل ده اعملوه هريسة واعملوا مخللات. في زيتون، في ليمون، في حاجات حلوة كتير قوي ممكن تخزنوها لرمضان، وممكن تاكلوها في خلال الشهر يعني. مش هياخد وقت معاكم، لان زي ما اتفقنا ما شاء الله كل ما كان الحاجة حراقة جدا والحرارة بتاعتها عالية بتسوي اي مخلل بطريقة بسيطة جدا وفي وقت قياسي. نزلنا ب3 معالق كبار من الملح، يعني معلقة هرمية كبيرة. طبعا المقدار ده بيكفي كيلو بالظبط من البتنجان، ومعلقة صغيرة مليانة من ملح الليمون. طبعا المزازة بتاعته دي بتنقله في حتة تانية. شوية من الخل مقدار مثلا معلقتين كبار، والليمون بتاعنا أساسي. يعني ادوا ليمون كتير، البتنجان بيحب الليمون. الليمون مفيد جدا، بيديه طعم ميزز كده جميل مع إضافة ملح الليمون. غير إنه بيأثر كمان على لونه، يعني هو بيبقى سبب في اللون الموف المحمر اللي احنا متعودين عليه ده، طبعا مع حرارة الفلفل اللي بتسويه بسرعة وبتأثر برضو على اللون بتاعه. وكده الخلطة بقت جاهزة بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف البتنجان بتاعنا ازاي هنتأكد انه استوى. بنضغط عليه الضغطة دي، شايفين كده خلاص استوى. يعني ما يكونش مستوي قوي مهري ولا يكون متماسك. هو كده خلاص وصل للتسوية المظبوطة ما شاء الله. ما خدش وقت، يعني من نص ساعة لساعة إلا تلت بيكون استوى. هو خد معايا بالظبط نص ساعة، لأن ده الموسم بتاعه، وأي حاجة في الموسم بتاعها كده بتبقى قمر، بتبقى مسكرة كده وما بتاخدش وقت في التسوية. ما شاء الله بتبقى جميلة جدا. شايفين المية بتاعته عاملة ازاي؟ لونها جميل. وده طبعا بيرجع لإضافة الليمونة اللي احنا عصرناها في الأول. شايفين كمان مأثرة على لون البتنجان ازاي؟ مغمقش ولا حاجة من التسوية، بالعكس لونه فتح كده، وادى اللون الموف دوت من قبل ما نضيف أي إضافات. شايفين جميل ومستوي ازاي؟ وطبعا الليمونة كمان خلت قلبه أبيض زي الفل. تعالوا بقى نشوف هنحشيه مع بعض ازاي. الخلطة خلاص جاهزة. طبعا لازم تلبسوا جلافز يا جماعة، لأن الموضوع بيبقى يعني صعب شويتين. حرارة الفلفل بتبقى زايدة شويتين، لأني أنا خلطاه بالقلب بتاعه، فطبعا بيبقى مشطشط قوي. فلازم تلبسوا جلافز. طبعا انت بتدي مقدار معلقة صغيرة في قلب كل بتنجانية. اليومين دول البتنجان رخيص، هاتوا خللوا. على فكرة يعني الكيلو ده بيقعد معايا بالظبط اسبوع في التلاجة. مفيد جدا. انتي لو كل يوم خدتيلك بتنجانتين كده في اي وجبة. طبعا الملح بتاعه انا مش مزوداه ولا حاجة، ملحه مظبوط.
غير طبعًا يعني مدى الفايدة اللي فيه، هو عبارة عن جبل من الحديد، يعني اللي ما عندوش مناعة ياكل بتنجان هيزوّد المناعة، عبارة عن حديد عالي جدًا، مجرد ما بتاكليه ما شاء الله بيضبط معاكِ الدنيا، اللي مناعتهم قليلة أو ضعيفة يبتدوا ياكلوا بتنجان قد ما يقدروا، مفيد كمان عن البتنجان المقلي، لإن التاني بيبقى فيه نسبة كبيرة جدًا من الزيوت، فبتأثّر على الصحة عامةً يعني، إنما البتنجان المسلوق ما فيهوش أي أضرار ولا فيه أي حاجة ممكن تضرِّك بالعكس، والفلفل طبعًا الحراق ده مطهِّر للمعدة، يعني إحنا بناخد الإيجابيات اللي موجودة في الموضوع على قد ما نقدر. طبعًا دي باقي الخلطة، طبعًا دي المَيّة بتاعة البتنجان بعد ما خلاص بردت تمامًا، هي كوباية واحدة بس وممكن ما تضيفوش، بس أنا باحب أضيف الكوباية دي، يعني بتضبط البتنجان جدًا معايا وعشان كمان هاسيبه شوية كتير في التلاجة. وبانزل بعد كده بعصير الليمون اللي بيدّي له المزازة والطعم الجميل، ده أساسي كلاكيت 10 مرّة ليمون عادي ما عنديش مشكلة، معلقة كبيرة جدًا هرمية من الملح، وبابتدي أوزّعها بالشكل ده أو معلقة ونُص طبعًا حسب الرغبة يعني. بس هي كافية، وبضهر المعلقة بنملاها ملح ليمون، طبعًا بيدّي له مزازة حلوة جدًا وبرضه بتبقى مادة حافظة، وابتدي أبطّط كده بالمعلقة وادّيها رشّة من الزيت وخلاص كده زي الفل، مش عايزين أي حاجة تانية، بنغطّي عليها وباسيبه يوم واحد بس برّه التلاجة وبافتح عليه تاني يوم ألاقيه بالعظمة دي، ما فيش كلام يوصف الجمال، بجد تحفة. طعمه جميل جدًا، مزز spicy مشطشط كده، ولونه ما شاء الله لون الموف المحمري الجميل، ما خدش وقت في التسوية، طالع ما شاء الله مزبّد زي ما أنتم شايفين، يعني ما بياخدش وقت خالص، من أجمل وأسرع وأفضل وأفيد كمان المخللات، يعني طعمه جميل جدًا، أتمنى وصفة النهارده تكون عجبتكم، أتمنى أكون أفدتكم، جربوه وقولوا لي رأيكم إيه، كانت معاكم صبا العرايشي، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.